هناك من يعمل في صمت ويجني ثمار عمله، وهناك من يزعج العالم بصراخه الفارغ. أن هناك من فرض لنفسه مكانا بين كبار الأمم، وهناك من يعلق مشاكل شعبه الكبيرة على شماعة جاره. أن هناك من سيحتضن الكان والمونديال، وهناك من يحتضن كيانا وهميا لن يسمنه ولن يغنيه من جوع ألم به من كل الجوانب. نهاية أسبوع موفقة أصدقائي، وديما بريء. خلي المراركة يضحكوا علينا، خلي المراركة يشبعوا ضحك علينا. كارولين راجل عليك. انا كارولين هذه ما كنتش نعرفها، وقت عرفتها كي لقيتها طايحه على المراركه. الله يلعن بات امك. لا تقول لي ما اطفي داك الحبس على الكاميرا، طفي داك الحبس. الله يلعن بات امكم. طفله تيارتيه عايشه في الغربه، فحله عليك، لقيتها طايحه على المراركه يشوفوها يعودوا يتراعوا. اش قلتي حياه؟ واصل الله يلعن الحياه بات امك. اش بدي باش حياه مثل هذا واش بنخلص انا وياك؟ الله يلعن حياه امك. الله يلعن بات امكم. مربي يتم مش يتم على الطريق المستقيم. لا كيبان لي غنضرب مو بواحد. لا 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 غندقدق مو الحياه ديالو. الله يعطيكم الغرق جمله. نجوم الفريق الوطني من أمثال محرز، والذي تجاوز عدد الإعجاب في تغريدته 700,000 إعجاب، فهو جهاد مثل الجهاد الذي يقاوم في فلسطين. انت باكلو ولا خرج له عكلو؟ بلهجة شديدة، برلماني جزائري يتهم الحكومة الجزائرية بتوهيم الشعب بالمشاكل الخارجية على حساب حقوقهم. فأنا عبثا الشعب يفكر في المستقبل وفي شنو المصير تاعو فيه، وتقولوا لي مؤامرة خارجية. حابين الشباب العاطل يظل في مواقع التواصل يتعاير. كلامك على صواب بس محمد. مليار سيدي، 1000 مليار تبني لك طرقان في البحر وانت يا فرحان بالحفر في طريق السيار. الفاتورة بالزور ضايرة يا هي نمار سيدي، يا نمار سيدي يا نمار. الجزائر انا عاوتاني واطول جسر فيك هي الجزائر وفي افريقيا. روعه 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 روعه. ولكن كيفاش الجزائر ستتسلم اطول جسر في الجزائر وفي افريقيا في اكتوبر؟ واش نتوما مضموندين جسر من الامازون؟ وزيد وادي عاوتاني الجزائر اول دوله كضموندي جسر مصاوب من علي بابا. غيوصل ان شاء الله في اكتوبر. هذا الجسر قال لك فيه 1.5 كيلومتر. نتوما عارفين بان المغرب صوب اكبر قصعه في العالم، واكبر طاجين في العالم، واكبر طنجيه في العالم. المغرب صاوبوا شي جسر الله يرحم باكم تكون فيه 2 كيلومتر ويكون ديال الفقاص. خلي المراركة يضحكوا علينا، خلي المراركة يشبعوا ضحك علينا. حتى هنا نتابع في اسماء اعضاء جسم الانسان. كاين عائلات تحمل هذه الالقاب مش من باب السخريه ولا الاستهزاء، ومع كل احتراماتي للعائلات اللي تحملها. نعطيكم امثله: بودنا وبوراس، بوالعينين، بولودنين وبونيف، بوشلاغم ولا بوشارب ولا بوشوارب، بولسان، بوسنة، بولاب، بوضرسة، بورقم، بوسبوع، بوكراع، بوذراع، وبوكرش وبوكرش. تكون عندنا ثقة في النفس أن نحن منتصرين. نحن انتصرنا. ايش قلت يا حبيبي؟ احنا حققنا الاستقلال. ما جاء من أهداف في بيان أول نوفمبر تم تحقيقه. وحققنا استقلالنا بأعلى وأغلى ثمن في العالم. دابا هذا ما تضربش بالمهرس.
ماشي بالمهرز، باليد المهرز هيدا للراس. بملايين الشهداء، يعني مش استقلال. فرنسا لم تسلم على الاستقلال، لم يكن هبة. نعم. لم يكن هبة على الإطلاق. يعني احنا انتزعنا استقلالنا انتزاعا وبأغلى ثمن في العالم بإسره. ونعم الرجل، ممتاز، تبارك الله عليك، زيد فعلا. لأن الثورة الجزائرية تعتبر الثورات، وهي الثورة التي حررت كل دول العالم وكل شعوب العالم وأعطت الدرب الحقيقي لتقرير مصير الشعوب. فبالتالي نحن علينا تكون ثقة في النفس. ولا واقعة؟ هذه حلمة حلمتها ولا بالحق؟ ما في عليك. نحن لا ننتظر أن الطرف الفرنسي يكتب لنا تاريخنا. نعم. حتى وإن درنا لجنة، يعني الجانب السياسي درنا لجنة مشتركة، لا، تاريخنا مش لجنة مشتركة. احنا نكتب تاريخنا ونعرف تاريخنا ونعرف من آلاف السنين، ومن يعني من مش فقط في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، من آلاف السنين. فبالتالي يعني التاريخ يكتبه المنتصر وليس المنهزم. نعم. ونحن الطرف ماذا؟ منتصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كنت تريد أن تحمي نفسك من الكرغلة عليك باستخدام أنتي كورغل. الجزائر بطولها بعرضها فرقت سنة 1962 ما كانش موجودة. الأراضي من المعسكر حتى للمغرب كانت كلها تابعة للمغرب. أنا في ندور في طريق غارج بيلات تسديد حاجة أخا بوليزاريو، عندهم واحد اللي يمارس الشغل كحل خويا، أقسم بالله غير ماتريال الشغل جديدة الشغل كاع اللي يمارس. أنا عجبتني حتى في النوار، هاليك وراي حتى في النوار يا ودي. قوة. الله يبارك، الله يبارك. اللهم صل على النبي الحبيب. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شعب جزائري اللي يحبوا الوطنيه. اللهم احفظ بلدنا الجزائر. كاين عاده الله هبلو ولا غير جايه مسكمه، اي جايه في الخير، اي جايه كاع راح يجوا مواليها. هادو عاده الجزائر اصحاب البلبله، راهم يديروا البلبله في الكباس في كل مكان. والجزائر ولا مطيح، اي جايه خلاص ديرها ديماره، اي جايه مليحه. تحيا الجزائر، الله يرحم الشهداء، مسقيه بالدم، الدائره تنقى من خوفتها. وتحيا الجزائر، ويطيحوا فرنسا والمراكا والمغرب. وتحيا الجزائر، راح في التنجيل الشعبي الوطني واقفين. الله اكبر. سيداتي والسادة، لقد انتهزت الجارة الغربية كما تعلمون بلا وازع إخلاقي الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي للإمعان في مشروع السطو على كل ما هو جزائري. مجتمع مستهلك لثقافة الآخرين، أنه الجزائري ماهوش يعبر على الهوية الأم على أساس شنو؟ أنه ما عندوش إنجازات يفتخر بها، وإلا إذا جا شيء خارجي، كي يجي شيء خارجي يأثر فيه، هذاك الوقت راح يقول أنا جزائري. هذا الثمن يولي الجزائري يحوس على هوية فرعية يتفاوض بها. من رموز مقاومة ورجالات علم وثقافة وفنون الطبخ والمعمار والغناء. فممكن استطرد لتطمئن القلوب انه كان فيه جرد لعدد كبير من المنتوجات ومن الالوان الوطنيه التي تم نسبها ربما في هذا المجال مجازفه للحقيقه التاريخيه. مثلا نعطي مثال تاع الكسكس. كل المؤرخين القدامى يقولون أن الكسكس لأول مرة في التاريخ وبأوانيه وجد في الجزائر، وهذه دراسة راقية قام بها أحد المؤرخين الفرنسيين في مطلع القرن الماضي. وفي الآونة الأخيرة نجد هذه الجارة تنسب هذا المنتوج الوطني إليها. فهذا مثال يدل على عدد كبير من المنتوجات الأخرى التي نسبت ظلما بديت نبحث
في الكتب امبروبابل. الجزائر ما عندناش كتب تحكي على تاريخ الطبخ. الجزائر ما عندناش كتب تحكي على تاريخ الطبخ. الجزائر بطولها بعرضها خلقت سنة 1962 ما كانش موجودة. الأراضي من معسكر حتى للمغرب كانت كلها تابعة للمغرب. بوليزاريو اليوم أصبحت من الماضي، هي مسألة أشهر لا أكثر. سيطوى هذا الملف وللأبد. سيكون هناك أمام جبهة البوليزاريو فقط 3 خيارات لا أكثر. الخيار الأول العودة إلى المغرب وتسوية أوضاعهم مع السلطات المغربية كأفراد وليس كجماعة. ثانيا الحصول على الجنسية الجزائرية لاعتبارات عشائرية وقبلية، على اعتبار أن هناك تداخل في موضوع القبائل الصحراوية ما بين المغرب والجزائر وموريتانيا. الخيار الثالث ربما الحصول على اللجوء الإنساني في إسبانيا أو موريتانيا، هذا إن قبلت به. اليوم هناك توجه دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تصنيف البوليزاريو كتنظيم إرهابي. أيضا نحن نطالب كسوريين، نطالب الجزائر بتعويضات والاعتذار الرسمي من الشعب السوري، نطالبها بتعويضات تتراوح ما بين 200 إلى 150 مليار دولار، وذلك نتيجة مشاركتها الرسمية في الجريمة. هي شريكة في الجرائم التي قامت بها ضد الشعب السوري على ما بين 2012 و2015. أرسلت طائرات حربية مقاتلة جزائرية لتدمير المدن السورية وتشريد الشعب السوري. أرسلت الطيارين الجزائريين، قامت بتقديم كل أنواع الدعم السياسي والعسكري والأمني واللوجستي والاقتصادي. دافعت عن النظام السوري الجزائر دفاعا مستميتا. ومن أدوات الدعم الجزائري كانت جبهة البوليزاريو التي أصبحت ليست فقط مدعومة من الجزائر، بل أصبحت أداة من الأدوات الإيرانية التي تقاتل الشعب السوري. هناك كان أكثر من 60 ميليشيا تتبع لإيران على الأراضي السورية، منها عناصر من جبهة البوليزاريو التي تدربت على مدار سنوات سواء في لبنان أو على الأراضي السورية أو حتى في إيران، وذلك بتسهيلات وللأسف من الجزائر. القيادة السورية في عهد حافظ الأسد رسمت سياستها تجاه المنطقة المغاربية وفقا للرؤية الجزائرية. اعتبروا أنفسهم مع الجزائر ضمن محور واحد. اليوم الجزائر محسوبة على المحور الإيراني الذي كان النظام السوري أحد أضلاع هذا التحالف. الجزائر اليوم بحاجة للنظر باستراتيجية جديدة. هناك تغيرات إقليمية، هناك تغيرات دولية تحدث. والله ما دخلت إيران بلدا إلا وكان مصيره الخراب، لأنني صدقا أخشى على الجزائر، أخشى على الجزائر، أخشى على الجزائر من مصير أسود أراه قادم. أرى أن مصير النظام الجزائري الحالي إن استمر في هذه السياسة لن يكون مصيره أفضل من النظام السوري.